الافريقيه الفوز بكاس الكاف كما ذكرت قبل قليل. داليد ممتازه، تمريره رائعه بخارج القدم. هذه فرصه للاتحاد على الجهه اليمنى. رضوان يساعد العرضيه في القائمه الثاني، من يستقبل فقط المدافع التونسي. مخالفه قد تاتي بالهدف الاول. تيرازيس، ما زالت الخطوره، ما زالت فرصه، ما زالت الامكانيه. تصويبه، يا سلام يا سلام على تصويبه، ويا سلام على فرصه من إيليا الشتي، هذه المره بالقدم اليمنى وليست القدم اليسرى. لو تمكن منها ادم عليلات هنا. إيليا الشتي بالقدم اليمنى، ولكن كرته مرت بجانب قائم الحارس سامي هلال. ليس إيليا الشتي وانما غلاس كناوي بحث عن الزاويه البعيده بالقدم اليمنى. لو استقرت في شباك سامي هلال. داليد ممتاز، لمسه واحده. داليد رائعه، التمريره باتجاه غلاس القناوي، يتمكن من هذه الكره. تمريره لأسامة، يا سلام يا سلام على تمريره، لكن الحارس سامي هلال صبر 20 دقيقه. بينما الاتحاد يبحث عن هدف اول، يبحث عن مراوغه. غلاس القناوي، العرضيه، من يستقبل؟ لا حسام الدين غشه لا بالقاسم على الجهه اليمنى. يوسف السعفي محاولة المرور، التقدم حداري، يجب أن تقطع الكرة إلى الركنية. حداري من طول قامة يوسف عمارو. وأسامة بن بوط يتصدى بشكل ممتاز لهذه الركنية من المحاولات النادرة لفريق الملعب التونسي. أين ماهر الكنزاري مدرب الملعب التونسي؟ كرة طويلة إلى الأمام، هذه فرصة، الانطلاقة ممتازة، هذه فرصة 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 فرصة. ضاع الهدف الأول، ضاع الاتحاد، وضاع هدف الاتحاد الأول بقدم غلاس قناوي بانفراد مع سامي هلال. ممتازة الفرصة الأولى، شاهدوا تابعوا، شوف الفرصة، الانطلاقة من غلاس أو من حسام الدين غشة، ثم بعد ذلك التمريرة. ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل من غلاس، ولكن التصدي أيضا أو من أداليد التمريرة، ولكن الحارس سامي هلال تصدى لهذه الكرة التي كانت قريبة من هدف أول. الجهة اليمنى سعدي رضواني، ممتاز سعدي على الجهة اليمنى، البحث عن غش الآن في الاستلام، ثم تبادل كروي بينه وبين السعدي رضواني إلى الركنية. نعم، التماس منفذ من هذه خلفه. كرة تونسية تصل إلى يوسف السعفي على الجهة اليسرى. يوسف السعفي بالقدم اليسرى، ثم هذه المرة بالقدم اليمنى قطعها لكونزا بشكل ممتاز. اللمسات القصيرة السريعة، بينما هذه فرصة لسعدي رضواني قد يكون الأول. تصويبة ممتازة. أداري فرصة أسامة بن بوط بسرعة، لعب الكرة بسرعة، حتى الحكم لم يوقف أو لم يطالب بإيقاف اللاعب. شوف الرأسية ممتازة، تصدى لها رأسية آدم عروس، ثم بعد ذلك نضال العيفي. حداري التغطية واضحة ما كلش فيه لمستين. بالقائمة الثانية حداري، فرصة تصويبة من يوسف توري، عادة للملعب التونسي. قلت حداري من الهجمات، التصويبة، السلام، فرصة. شوف الإعادة، هذه أبرز فرص المباراة من جانب الملعب التونسي. العارضة هي من تصدت لكرة كانت متوجهة إلى شباك أسامة بن بوط. يا لها من إعادة الجزائرية، أيضا الرأسية، الحارس هلال منفذة كرة بالرأس مشتركة داخل منطقة جزاء الاتحاد. أداليد يتفوق بالرأس لغلاس قناوي، ولكن من الهفوات من آدم عليلات. المنتخب أو الملعب التونسي يراهن على الضغط على الدفاع في مهمة الربط وصناعة اللعب. غلاس غناوي ممتازة، داليد رائعة، المراوغة ثم التمريرة على الطرف الأيسر. غلاس غناوي يتحصل على مباشرة مع غلاس، ثم إلى الشتي، فرصة فيه راية على
سعد رضواني يقول الحكم سنكتشف إن كان هناك تسلل على المدافع الجزائري. لا 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 لا، أين التسلل يا سيدي الحكم؟ أين التسلل يا سيدي الحكم المساعد؟ لم يكن هناك تسلل على الإطلاق على سعد رضواني. لحظة تمرير الكرة من إلى الشتي، ما فيش تسلل إطلاقا. على كل العرضية والرأسية حذاري، رأسية يوسف السعفي لحسن الحظ أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس أسامة بن بوط. لاحظوا الإعادة، شوف الآن الملعب التونسي بدأ يتقدم وبدأ يأخذ الثقة التي لم تكن موجودة إطلاقا في الشوط الأول. كثير من الكرات ممتازة على الكرة لكونزا داخل منطقة الجزاء، فرصة 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 والهدف على الاتحاد، لكن ارتدت. سعد رضواني هذه فرصة الهدف قادم للاتحاد، يقترب ولكن انطلاقه في هجمه هذه المره على الجهه اليمنى. سعد رضواني التمرير اللي غشه دي كره، لكن فيه رايه. الحكم المساعد اخطا في حق الاتحاد في مناسبتين. غلاس قناوي مصوب بشكل ممتاز. يا سلام على فرصه ولا اروع تصويبه من غلاس قناوي، بغت الجميع بتصويبه. وفي المرة الثانية المتابعة كانت موجودة في المرة الثانية من ليكونزا. فرصة جديدة للاتحاد. هذا الكرة هنا تصويبة مباشرة، وهلال سامي يأتي خلفهما طبعا النجم الساحلي من مدينة سوسة. ركلة مرمى يقول الحكم الكونغولي جان جيني. شوف الانطلاقه كانت من محمد قديده، حاول المرور، بحث عن مراوغه وبحث ايضا عن سقوط وعن ركله جزاء. تصويبه وراسيه محمد قديده هذا الخطير الذي دخل مكان زياد بريمه. حذاري من الانطلاقات من العرضيه، قلت حذاري من الملعب التونسي في الدقائق الاخيره. الصومالي البديل رقم 20 يسجل الهدف الأول في هفوة دفاعية قاتلة، وفي غياب الرقابة من آدم عليلات وأيضا من كيفن مونديكو. الملعب التونسي وماهر الكنزاري المتواجد على المدرجات طبعا سعيد بهذا الهدف من صومالي في أول فرصة وفي أول لقطة وفي أول لمسة. قلت غاب كثيرا فريق الملعب التونسي في أطوار المباراة، ولكن حذرت من الملعب التونسي، حذرت أيضا من هذا قديدة كيف انطلق وكيف مرر. شوف بين مونديكو وآدم عليلات أين الرقابة الدفاعية غير موجودة تماما. الصومالي البديل بأول لمسة يسجل الهدف الأول. خسارة أنه الاتحاد يتلقى هدف بهذا الشكل، وهو الذي كان مسيطرا على أجواء المباراة من بدايتها، سيطر على الأحداث بالطول والعرض في الشوط الأول والثاني، ولكن تلقى هدف بهذا الشكل بهذه التمريرة وبهذه اللمسة. فرح